كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ النهارده بقى سادس يوم رمضان وهنعمل مع بعض افتكاسة أكلة مصرية، أكلة سورية من ايد ست مصرية من الست العظيمة. ايوه بقى، هعمل لكم النهارده الكبدة عن طريقة سورية عشان أنا مصاحبة واحدة سورية. ايوه أنا عشان تعرفوا إن أنا ست ستات. ايوه مش ست، ده أنا ست ستات. يعني الست بتدوخ راجل، أنا بدوخ الراجل 6 مرات. الله يكون في عونه. وهنشوا معانا برنجانه كمان جنب الاكل عشان النهارده ناوي اعمل لهم الاكل ايه؟ عيش بس، لان صراحه احنا زهقنا من الرز وزهقنا من المكرونه وزهقنا من الكشري المكشر. عملنا امبارح كشري مكشر ماخدكوش في الكلام بقى ولا كتر عليكم، قولوا كتري. هنعمل بقى مع بعض الكبده بطريقه جميله جدا والله العظيم، ولا هتلاقي فيها ريحه زفاره ولا طبعا الكبده البلدي ما بتتغسلش. تكذب عليك اللي تقولك الكبده البلدي بتتغسل، الكبده البلدي ما بتتغسلش. هنعمل الكبده بطريقه ازاي؟ تكات وحركات وسريع سريع، هتلاقي نفسك عملتيها وخلصتيها. انتوا عارفين الوقت الساعه كام؟ الوقت الساعه 5:30، يعني نص ساعه وهنكون مخلصين الاكل بتاعنا كله، وهوريكم هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بس كده، تعالوا بس، تعالوا بس ما انتوش غور. تعالوا بقى نروح على النار عشان احنا كل شغلنا النهارده هيبقى على النار. نحط بقى طاسه كده، طبعا نوطي النار علشان ما نتحرقش، عشان انتوا عارفين ان انا ست مرزقه وايه بتحرق. هنعمل بقى ايه نحط حته سمنه، وجنب حته السمنه نحط ايه شويه زيت كمان. ماشي. وهنحط ايه بقى؟ قولوا لي بقى ايه التكات والحركات اللي تخلي يا ماما نونا الكبده بتاعتنا ما تبقاش زفره. بس انتوا عارفين لو ما كملتوش الفيديو معايا للاخر انتوا حرين. هتقولوا لي بقى ايه اللي بيخلي الكبده ما تسمرش، ما تبقاش ليها ريحه زفره في الاكل. هقول لكم. بصي يا ستي، نحط البهارات بتاعتنا، فلفل اسمر والكمون. طبعا الكمون اساسي الكبده. ماشي، قولوا ماشي. ونحط الورق اللوري، ونحط ورق لوري كمان. قولوا ايه رايكم. ونحط ايه كمان؟ طبعا كده احنا حطينا اهوت البهارات زي ما انتم شايفين في الطاسه. شايفين ازاي؟ دون 7 بهارات. ال7 بهارات ده بقى سر من اسرار الكبده والله العظيم، بتخليها تحفه جدا. وده السلاح. بصوا بقى، وفصين من الثوم يتعمل بقى كده. شوفوا شمين الريحه. طبعا البهارات بتاعتنا كده تعتبر حمصناها مره تانية قبل ما نحط فيها الكبده بتاعتنا. شفتوا بقى؟ وادي الكبده. عزيزها بجمال الريحه، اقسم بالله لو شميتوا الريحه واو. بصوا بقى، سر من اسرار الكبده ان انت تعمليها بالطريقه دي. جربوها والله العظيم ما هتندموا. هي ما تمرتش هي الشاشه اللي غامقه. بصوا، وشرط اساسي تسيبيها بقى ايه تاخد وتدي بشكل ودي كده على النار مع البهارات بتاعتها. تعالوا بقى اما نجهز ايه الخلطه بتاعت الكبده. تعالوا بقى نولع على البرنجانيه الاول جنبنا علشان ايه نبقى شاطرين كده وتخلصي حاجتك مره واحده، ما تقعديش طول النهار ايه لبخه نفسك وانتش عارفه انت لبخه نفسك ليه. طبعا بقى بصل وطماطم وفلفل وبصلايه كده نجيبها شمال ويمين، ما احناش عارفين هي عملت ايه في مين، ونعيط دمعتين ونعمل ايه الكبده بتاعتنا. ماشي، قولوا ماشي. اهو نخرط بقى ايه البصل بتاعنا كده ناعم صغنن. إيه عايزه تعمليه شريان، عايزه تعمليه حلقات، براحتك براحتك. الاكل ده بتاعك والمطبخ مطبخك.
ايوه، البيت بيتنا والمكان مكاننا والسجن سجننا واي حد يكلمنا هم. صح. قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هكمل الحاجات دي بقى طبعا، الخرط بتاع الحاجات ديت وارجع كده. خرجنا الحاجه بتاعتنا اهي. تعالوا بقى اما نشوف الكبده. شوف، شايفين الكبده؟ والله العظيم ريحه بقى ما اقولكوش. شايفين؟ معلش اصل اللينج لايت بعافيه شويه كده. بقى الشواحه خدت التشويحه الجميله بتاعتها. نحط بقى عليها ايه؟ البهارات بتاعتها. تعالوا بقى كده. اوعى تقع، اوعى. شوفوا بقى، نحطها بجنب كده ونتبلها. شايفين؟ شايفين ان احنا حطيناها في جنب اهو. الكبده في جنب والبصل والطماطم وقرن فلفل. الطماطميه برضو من الحاجات الجميله جدا اللي بتعمل للكبده ايه نكهه كده او تكه. واخدين بالكم انتوا؟ واخدين؟ قولوا واخدين. اوعوا تكونوا مش واخدين بالكم اهو. شوفوا بقى، هي تنكتك يا حركاتك. بصوا بقى، هو السر كله والله العظيم، السر كله 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 في الحركه دي. بص الحركه دي. عايزه اقلبها بس ممكن اقلبها كده تتقلب كده؟ ممكن. هو انا لو عملت كده هتتقلب لورا ولا اخباركم؟ نسيبها كده. طبعا احنا حاطين فيها كل بهارات، مش هنحط لها بقى دلوقتي الا الملح، ونسيبها بقى مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي كده. ملح كتير. نسيبها بقى كده مع نفسها. صح؟ قولوا صح، قولوا. والبرنجانه بتاعتنا كمان بتشوي اهي. شايفين البرنجانه؟ معلش شايفين البرنجانيه والكبده بتاعتنا اهو. والبرنجانيه كمان بتشوي اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي بقى؟ تعالى اقول لكم هنعمل ايه. كده بقى خلاص الكبده بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. بص كده خلاص الكبده اهي. شايفين؟ طبعا ايه، جميله جميله جميله. ونسيبها بقى مع نفسها كده. والبرنجانه بتاعتنا كمان اهي خلصناها. هنعمل بقى ايه؟ هنملح البرنجانيه دي كده. نبقى خلصنا ايه؟ كبده، وخلصنا البرنجان، وخلصنا. قالوا بقى اما نعمل شويه الدقه الجمال بتوع البرنجان. شو الدقه دي دقه ملح وفلفل احمر وتوم. بعمل منها الدقه دي بتفضل معاكي فتره جميله جدا والله العظيم. طعم وريحه وتحفه تحفه تحفه. ايوه كنتوا شايفيني صح؟ قولوا. ايوه. ونحط شويه زيت كمان. اهو كده احلى برنجان. طبق برنجان معانا جميل اهو. شفتوا الجمال كده. خلصنا اهو. يبقى كده البرنجان خلص والكبده كمان متولع عليها. هتعملي ايه تاني يا نونا؟ هقول لكم هعمل ايه تاني. البرنجان بتاعنا خلاص اهو. احلى برنجان، احلى طبق برنجان. وعملت سلطه، عملت طحينه اهو. الطحينه دي بقى من عشاق الطحينه اهو. طريقه بقى تحفه. اولا الطحينه. اقول لكم بقى نعمل ايه تاني دلوقتي. عندي كان فايض عندي شويه لحمه مفرومه ماشي، وجبنا كيس سمبوسه. تعملي ايه دلوقتي يا نونا؟ هقول لكم هعمل ايه دلوقتي بالحاجات دي. على ما الكبده بتاعتنا ايه تاخد مع نفسها، تاخد وتدي مع نفسها يعني، مش تاخد معايا انا. ماشي؟ قولوا ماشي. هنعمل بقى ايه؟ كيس سمبوسه. طبعا إيه السمبوسه بيبقى ايه، هو غالي على الفاضي. هو والله العظيم انا عن نفسي الجلاش عندي احسن منه، بس بقى ايه، لولا اختلاف الاراء لبارد السلع اهو. تحسوه كده ايه، طويل وهبل على الفاضي. نعملها بقى ورقه ورقه كده. اللي بتعرف تعمل السمبوسه
تقول لي انا بعرف اعمل السمبوسه. نجيب معلقه كده، شفتم بقى، ونعمل بقى ايه. طبعا في الايام الحلوه اللي احنا فيها دي شوقي وبلاش تدوقي. ايوه شفتوني شاطره في لفه السمبوسه. انا بقى احب اعمل المحشي الخاص إيه كده، وبعمل السمبوسه كده اهو. ونجيب طبق ايه نرص فيه. هنعمل بقى كده احنا يعني ايه، هنتسلى مع بعض شويه. طبعا نفكها بقى ايه ورقه ورقه كده. مش قلت لكم هو البتاع دون جميل جدا، خفيفه. هي السمبوسك والله العظيم هم بصوا ما بيحبوها وبيقولوا خفيفه بس انا بصراحه بتشرب زيت على الفاضي. انا بقى مش هبل ايدي ولا هبل حاجه، هو بالطرف ده اهو واللي اتنها جوا كده. استنوا اوريكم واحده، هوريكم عمتي، هوريكم. بلاش. شفتوا الخمامين؟ شفتوا الخمامين؟ ينفع؟ طب اتفضل. دي واحده ولا اتنين؟ اهو شفتوا. هنجيب الطرف ده كده والطرف ده كده اهو زي لف المثلث اهو. والطرف ده بقى بدل ما اقول هبله ميه، لا انا مش هبله ميه، انا هتنيه جوه كده. انا شاطره. وبكده خلصنا السمبوسك. بصوا هم ما كنتش هعمل كتير اصلا، يعني هم جم حبه اللحمه عملوا الحبه دول بس، يبقى ايه طبق كده جنب الاكل. والكبده بتاعتنا اهو. هخلص بقى واوريكم فنتوش الفشني بعد ما اخلص. وده كان فطارنا. شفتوا بقى الجمال والحلاوه والعصير اهو كده بقى. هو ده فطارنا النهارده. شفتوا الكبده وعملنا طحينه ودي السمبوسه الجميله بتاعتنا، وهو ده كان فطارنا النهارده.